عارفين لما تبقوا عايزين حاجة حلوة تخلص في 5 دقايق بس، فعلا هي دي اللي هتخلص في 5 دقايق بس. تعالوا نعمل بقى كاسترد اللي هو بناكله في الافراح، الكريمي جدا اللي بنبقى عايزين نعرف هو معمول ازاي. تعالوا اقول لكم ازاي يطلع معاكم كريمي وزي الجيلي بالظبط. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفه. في حلة معانا كده 3 كوبايات من الحليب، وهنضيف عليهم 3 كوبايات من المية، يعني تقريبا نص لتر من الحليب ونص لتر من المية. 3 كوبايات و3 كوبايات. هنضيف عليهم 5 معالق كبار من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. كمان معانا 5 معالق من الكاسترد، 5 معالق هرميين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليهم 2 معلقة كبار من النشا، وكمان هنضيف 3 معالق كبار من اللبن البودر. وطبعا ده اختياري، لو انت مش حابه اللبن البودر ما تضيفوش، بس بجد بيدينا طعم حلو جدا جدا، وكمان بيخلي بقى الكاسترد معانا كريمي جدا وطعمه حلو جدا وغني. ولو انت حابه كمان تخلي الكميه بتاعتي كلها لبن بس زي ما تحبي، بس بجد طعمه كده وهمي جدا ومظبوط جدا. هنقلبه بقى على البارد لحد ما يدوب تماما معانا، وبعد كده هنرفعه على النار مع استمرارية التقليب لحد ما نلاقي قوامه تقل معانا وبقى قوامه كريمي كده بالشكل ده. طبعا هنحضر القوالب بتاعتنا. اي قوالب بقى عندك هتطلع شكله حلو. انا عندي قوالب السيليكون دي بتاعه الكب كيك، فحطيت فيها لان بتدي شكل حلو جدا، هي صغنونه كده فبتدي شكل حلو جدا. حطيت بقى في قاع القوالب فارماسي شوكولاته، وكمان الالوان عملت كده ميكس من الفارماسي الشوكولاته والالوان. بعد كده ضفت على طول فوقيه الكاسترد بالشكل ده. هنسيبه بقى يهدى لحد ما يبرد كده معانا شوية، وبعد كده هندخله على التلاجة على طول. بجد الوصفة بتاعتنا سهلة جدا، وخلاص كده وصفتنا السهلة البسيطة خلصت في 5 دقايق بس. في ثواني بتحضريها بدون فرن وبدون تعب وبدون مجهود، وبجد حاجة كده كريمي جدا وطعمها خطير. دخلته بقى التلاجة حوالي ربع ساعة او نص ساعة، بجد طلع متماسك جدا وكريمي وغني وبيدوب في البق دوبان، وساقع بقى كده وبيرطب، وحاجة سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت ولا مجهود. وكمان بقى الحاجات اللي ضفناها في قاع القوالب مدية الوان جميلة قوي كده، وحاجة كده بجد تعجب الاولاد. فجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. صحتين والف هنا يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان المتابعة.